أهلا بيكم أشطر طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنحل تدريبات كتاب المدرسة على الدرس الثاني، الخريطة في حياتنا. أول سؤال عندنا سؤال صح وغلط. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1 عندنا سنة رابعة بيقول تحديد الأماكن والاتجاهات على الخريطة بيحتاج إلى وردة البوصلة. يعني وردة البوصلة دي هي اللي بتحدد لي الأماكن والاتجاهات على الخريطة؟ طبعا صح. طيب 2، يمكننا من خلال مفتاح الخريطة حساب المسافات بين الأماكن في الواقع؟ غلط. مفتاح الخريطة دوت اللي بيوضح لي مدلول الرموز والألوان على الخريطة، أما المسافات دي اللي بيحسبها هو إيه؟ فاكرين؟ مقياس الرسم اللي بيكون موجود على الخريطة تحت خالص، ده الشريط الأسود اللي بيكون موجود في آخر الخريطة. أما مفتاح الخريطة ده المربع اللي بيكون موجود في آخر الخريطة، برضو جواه رموز وألوان. يبقى السؤال التاني برضو غلط. طيب رقم 3، نلون السهول باللون الأخضر على الخريطة. يعني احنا بنلون السهول باللون الأخضر؟ طبعا صح. السهول دي قلنا اللي هي ايه؟ اللي هي الأماكن الزراعية، بنلونها باللون الأخضر، يبقى صح. طيب رقم 4، تساعدنا الخريطة في تعرف الأماكن من حولنا. طبعا صح. الخريطة هي اللي بنقدر من خلالها نعرف الأماكن من حولنا. طيب رقم ب، سؤال رقم ب، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 فيها بيقول أي من العناصر التالية يعبر عن موضوع الخريطة؟ هل اللي بيعبر لي عن موضوع الخريطة هو مفتاح الخريطة ولا وردة البوصلة ولا عنوان الخريطة ولا مقياس الرسم؟ لا، عنوان الخريطة. عنوان الخريطة هو اللي بيوضح لي الخريطة دي بتتكلم عن ايه موضوعها اصلا، يبقى هنختار عنوان الخريطة. طيب رقم 2 يا سنة رابعة، بتظهر المرتفعات على الخريطة باللون الايه؟ فاكرين المناطق المرتفعة كنا بنلونها باللون الايه؟ اللي هي الهضاب والجبال. كانت باللون البني ولا الأخضر ولا الأزرق ولا الأصفر؟ لا، اللون البني. اللون البني بنلون بالمرتفعات اللي هي الهضاب والجبال. طيب رقم 3، بيعبر اللون الأزرق على الخريطة عن ايه؟ المرتفعات ولا البحار ولا المنخفضات ولا السهول؟ قلنا اللون الأزرق بيعبر عن الأماكن اللي بيكون فيها مية، اللي هي ايه؟ اللي هي المسطحات. طب المسطحات دي اللي هي ايه؟ زي البحار والبحيرات، يبقى احنا هنا هنختار البحار. طيب رقم 4، أي من هؤلاء بيستخدم الخريطة في تحديد المواقع العسكرية؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المعلم ولا السائح ولا المزارع ولا الجندي؟ مين اللي بيستخدم الخريطة في تحديد المواقع العسكرية؟ الجندي طبعا، هو اللي بيستخدمها في تحديد المواقع العسكرية، يبقى هنختار هنا ايه؟ الجندي. طيب رقم ج عندنا أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. رقم 1 بيقول لك الشكل المبسط لفكرة الخريطة هو ايه؟ فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا الخريطة وعندنا في شكل بقى مبسط ليها لفكرة الخريطة نفسها، كان اسمه ايه بقى؟ كان اسمه المخطط. يبقى الشكل المبسط لفكرة الخريطة هو المخطط. طيب رقم 2، العنصر الذي يوضح لنا مدلول ألوان ورموز الخريطة بيسمى ايه؟ فاكرين اللي كان بيوضح لي الرموز والألوان اللي موجودة في الخريطة، اللي موجود في آخر الخريطة تحت ده المربع، اسمه ايه؟ اسمه مفتاح الخريطة. طيب رقم د عندي بيقول أجب عما يلي. رقم 1 بيقول ما أهمية وردة البوصلة على الخريطة؟ عايزين نعرف أهميتها إيه؟ هنقول لا، هي تساعدنا في تحديد موقع الأماكن والاتجاهات على الخريطة. يبقى تاني، أهمية وردة البوصلة تساعدنا في تحديد موقع الأماكن والاتجاهات على الخريطة. طيب رقم 2، إذا كانت المسافة بين مدينتك ومدينة صديقك على الخريطة 3 سنتي، يعني مسافة بين المدينة اللي انت عايش فيها والمدينة اللي صديقك عايش فيها كانت 3 سنتيمتر على الخريطة، فكم تبلغ المسافة بين المدينتين على أرض الواقع؟ إذا كان مقياس الرسم هو كل 1 سنتي على الخريطة يعادل 10 كيلو في الواقع. طيب هو هنا بيقولك إن المسافة على الخريطة 3 سنتيمتر، إحنا هنعمل إيه؟ هناخد ال3 دي وهنضربها في إيه؟ هنضربها في اللي هو بيعادل ايه على الواقع. طيب هو هنا بيقولك بيعادل 10 كيلو متر في الواقع، يبقى احنا هناخد اللي على الخريطة نضربه في اللي في الواقع. يعني هناخد ال3 سنتي هنضربها في ايه؟ هنضربها في ال10 كيلو متر
هتدينا كام؟ طلعوا الآلة الحاسبة بقى بتاعتكم واحسبوا. تلاقي ان التلاتة في العشرة هتديك 30 كيلو متر في الواقع. يبقى المسافة بين المدينة بتاعتك والمدينة بتاعت صديقك، المسافة بين الاتنين هنقول ايه بقى؟ 3 سنتيمتر في 10 كيلو متر هتساوي 30 كيلو متر في أرض الواقع. يلا كده امسك الورقة والقلم بتوعك، اكتب يلا ورايا. قول 3 سنتيمتر في 10 كيلو متر بتساوي 30 كيلو متر في أرض الواقع. يبقى احنا كل اللي عملنا ايه؟ خدنا المسافة اللي موجودة على الخريطة اللي هي بالسنتي، ضربناها في ايه؟ في اللي هو ما يقابلها على أرض الواقع اللي هي ايه؟ اللي هي 10 كيلو متر. هتطلع لي النتيجة على طول. يبقى 3 في 10 هتديني 30 كيلو متر. طيب رقم 3 عندي بيقول فسر أهمية الخريطة لكل من. يعني احنا عايزين القبطان السفينة دلوقتي الخريطة بالنسبة له مهمة في ايه؟ والسائح الخريطة بالنسبة له مهمة في ايه؟ ونفس النظام التلميذ حضرتك الخريطة بالنسبة لك مهمة في ايه؟ فتعالوا كده نكتب مع بعض. قبطان السفينة الخريطة مهمة بالنسبة له في ايه؟ في تحديد مسار الرحلات. يبقى قبطان السفينة أهمية الخريطة بالنسبة له تحديد مسار الرحلات. طيب السائح الخريطة مهمة بالنسبة له في ايه؟ بيستخدمها في الوصول للأماكن السياحية والأثرية. يلا اكتبوا ورايا. السائح بيستخدمها في الوصول للأماكن السياحية والأثرية. طيب التلميذ الخريطة بالنسبة لك مهمة في ايه بقى؟ مهمة في المذاكرة. يبقى الخريطة التلميذ بيستخدمها في ايه؟ بيستخدمها في المذاكرة. طيب احنا كده خلصنا حل تدريبات الكتاب المدرسي على الدرس التاني اللي هو الخريطة في حياتنا. هنحل برضو تدريبات سلاح التلميذ وهننزل الفيديو على القناة عندنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتبعتوا الفيديو لأصدقائكم عشان يستفادوا من الشرح وحل الأسئلة. وشرح الدرس يا سنة رابعة موجود على القناة، اللي ما شافش الشرح يدخل يشوف الفيديو ويشغله. أشوفكم إن شاء الله في حل أسئلة سلاح التلميذ. استنوا باقي الفيديوهات.